السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير. تكملة للدرس السابق، زمن البريزنت سيمبل. كان متبقي الباسيف. ان شاء الله هناخده في الحلقة دي، وبإذن الله تعالى الدرس يعجبكم والكل يستفاد. نبدأ على بركة الله. present، the present simple passive اللي هو المبني للمجهول. يعني ايه مبني للمجهول؟ يعني الفاعل مجهول مش معروف. طيب، هو بيتكون من ايه؟ له فورم معين؟ له شكل معين. الفورم بتاعي بيبقى كالآتي: الاوبجكت ببدأ بيه اللي هو المفعول، بلس am او is او are على حسب المفعول عندي بياخد ايه. بعد كده التصريف الثالث للفعل اللي هو past participle. ده كده التكوين بتاعي. تمام يا شباب؟ طيب، عايزين ناخد مثال. هنبدأ بجملة active، جملة معلوم، ونحولها لجملة passive علشان خاطر نبقى عارفين الفرق بين الاتنين ايه. طيب، وليكن أول مثال: The carpenter، النجار، makes chairs. النجار اللي هو الفاعل عندي هنا subject، بيصنع ده verb، chairs الأوبجكت اللي هي المفعول، فاعل وفعل ومفعول. النجار يصنع الكراسي. طيب، الجملة دي عندي هنا active. ماشي يا شباب؟ طيب، عايزين نحولها لباسيف. اعمل ايه؟ اشوف الاوبجكت عندي فين. chairs هبدأ بيها، يبقى chairs الكراسي. جمع ولا مفرد؟ singular ولا plural؟ جمع، فهتاخد are. يبقى chairs are. التصريف الثالث اللي هي past participle من make هتبقى made. يبقى chairs are made، تصنع الكراسي بواسطة مين بقى؟ by the carpenter. يبقى أنا لو ذكرت الفاعل في الجملة الباسيف بذكر الفاعل بس في نهاية الجملة. تمام؟ يبقى chairs are made by the carpenter. طيب، ناخد مثال تاني علشان نوضح أكتر. علي cleans the garden every Friday. علي بينظف الحديقة بتاعت المنزل كل يوم جمعة. علي cleans the garden every Friday. طيب، ادي عندي علي ده فاعل، يبقى الجملة هنا active. الجملة عندي هنا معلوم. طيب، ودي عندي الفيرب وعندي الاوبجكت. الاوبجكت هبدأ بيها هتبقى the garden. garden مفرد ولا جمع؟ طبعا مفرد، هتاخد is. the garden is. والتصريف الثالث هتبقى cleaned، يبقى تنظف يتم تنظيف الحديقة is cleaned every Friday by بواسطة علي. لو أنا ذكرت الفاعل هذكره في الآخر، هتبقى الجملة دي عندي إيه؟ passive. الجملة دي عندي passive. ماشي يا شباب؟ طيب، آخر مثال نقفل بيه. مثلا ممكن أقول my friend صديقي invites
invites me for dinner every month مثلا. صديقي بيعزمني على العشاء كل شهر مثلا. طيب عايز احول الجملة دي. الاول الجملة دي active لان انا ذكرت الفاعل عندي my friend صديقي هو اللي بيدعوني الى العشاء. طيب عايز اقول الجملة دي في الباسيف. مي هنا تحول ل I يبقى I أنا إيه بقى؟ أنا بكون مدعو يبقى I am invited. أنا مدعو I am invited for dinner every month بواسطة by my friend. الجملة دي عندي إيه؟ passive. يبقى I مي تحولت ل I أخدت am تمام. فبقت I am invited أنا مدعو I am invited for dinner أنا مدعو إلى العشاء every month كل شهر by my friend بواسطة صديق. أتمنى يا شباب درس الباسيف زمن المضارع البسيط يكون اتفهم كويس. لو أول مرة تشوف القناة يا ريت تعمل لايك لو الشرح عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وشير علشان خاطر الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.